مرحبا اصدقائي، والله يسعد لي اوقاتكم جميعا وان شاء الله تكونوا بالف صحه وعافيه. رجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح نساوي فيه مبدئيا الايس لاتيه. الايس لاتيه اول شيء رح نعتازه هو سيروب الفانيليا. تقريبا فينا نحط 2 بامب سيروب فانيليا، ورح ناخذ 150 ملي حليب بارد. بالبدايه لازم نحرك السيروب مع الحليب، ورح نضيف مكعبات ثلج تقريبا من 8 ل 10 حبات. ورح نعمل الحركة اللي انتم شايفينها هلا لحتى يبرد الحليب مزبوط. ورح ناخذ هلا 1 شوت اسبريسو، طبعا مثل ما حكينا بالفيديوهات السابقة، بالاسبريسو اهم نقطتين عنا التسوية وكبس البن. لازم نركز على هاي النقطتين مشان ناخذ شوت اسبريسو مزبوط. بعد ما جهزنا شوت الاسبريسو رح نضيفه على الكاسة بهي الطريقة مثل ما انكم شايفين، مشان يطلع معنا شكل حلو بنضيفه على الثلجة. وهيك صارت جاهزة معنا الايس لاتيه، ورح ننتقل معكم هلا لحتى نعمل الموكاتشينو. لحتى نعمل الموكاتشينو اول شيء رح ناخده هو شط الاسبريسو. بالنسبة للإسبريسو، في كتير أخوة من الأخوات عم تسألني عن درجات الطحن وعيارات الطحن والمطاحن. أصدقائي رح أعمل فيديو مفصل عن هذا الموضوع إن شاء الله، بلكي الأسبوع الجاي أو اللي بعده. مثل ما حكينا دائما بالفيديوهات السابقة، أهم شيء فنجان الإسبريسو لحتى يكون ناجح هي التسوية والكبس. إذا كان التسوية والكبس صحيحين فرح يكون فنجان الإسبريسو صحيح. رح نحط بالفنجان 50 جرام صوص شوكولا سودا، وراح نجهز الحليب لحتى نعمل له فوم. مثل ما حكينا سابقا لازم طريقة الصب الحليب بالبيتشار يكون بهي الطريقة مشان ما يطلع على وش الحليب فقاعات. ورح نستغل الوقت نحن عم نساوي فوم الحليب، رح نركب فنجان الاسبريسو مشان تقريبا يكونوا جاهزين سوا، فوم الحليب مع الاسبريسو. بعد ما يخلص الاسبريسو رح نخلطه مع صوص الشوكولا بهي الطريقة مثل ما كنتم شايفين. وراح نضيف رشتين شوكولا بودرة، وبعدين راح نصب الحليب فوق الاسبريسو والشوكولا مثل ما كنتم شايفين. أصدقائي بالنسبة لموضوع الرسم لا تشغلوا بالكم بالرسم. الرسم إن شاء الله شوي شوي بيطلع، مع الخبرة والممارسة رح يطلع معكم الرسم. المهم الفنجان يكون طيب. ممكن كمان نزينه بصوص الشوكولا مثل ما كنتم شايفين بهي الطريقة مشان يدل انه في بقلبه شوكولا سودا. وهيك الموكاتشينو بيكون جاهز. وهلا رح ننتقل انا وياكم لحتى نعمل كراميل ماكياتو لاتيه. اول شي رح نضيف فانيليا سيروب 2 بام، ورح نضيف كراميل سيروب بامب ونص،
وراح نضيف صوص كراميل تقريبا 20 جرام بالكتير. رح ناخد 1 شوت اسبريسو. ولبين ما انا ساوي الاسبريسو يا ريت انت تنزل تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتترك لنا لايك وتعليق حلو. وبعد ما جهزنا الاسبريسو رح نعمل فوم للحليب. وهيك فوم الحليب صار عنا جاهز. طبعا ما بننسى مسح ستيم الحليب وبنعمل بخة بخار على الفاضي. بالبداية بناخد هيك معلقتين من الفوم وبنحطهم بقلب الكاسة مشان الفوم يفصل معكم مزبوط لما بنحط الاسبريسو فوق ومشان يعطي طبقات. وراح نصب الحليب بهي الطريقة مثل ما انكم شايفين، يفضل شوي شوي مشان ما ينخلط السيروب والصوص مع الحليب. وراح نضيف شط الاسبريسو شوي شوي بهي الطريقة بحيث يعطينا طبقة حلوة وشكل حلو. وراح نزين الكاسة بصوص الكراميل. وهيك صار مشروبنا جاهز. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. تحياتي.